أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامجنا رجغار فيلي لإدامة الموضوع والبحث في خصائص الشريحة الفيلية أو المكون الفيلي، لإلقاء الضوء عليها وأن تكون مرجعا لشبابنا وهذا الجيل الجديد. حلقات السابقة تطرقنا إلى الحياة الاجتماعية للكرد الفيليين، الحياة الاجتماعية والثقافية والقضايا يعني الاقتصادية بما كانت تلائم في تلك الفترة. الآن نرجع إلى دور الكرد الفيليين في بناء العراق اللي تأسس بعد سنة 21. أيضا هناك أصوات أعتبرها أنها أصوات شوفينية وقومية تعصبية تطلق على الكرد الفيليين. يعني أبسط شيء يقول احنا ابتلينا بالحماميل، مثل ما كان خير الله طلفاح. خير الله طلفاح أكثر واحد كان حاقد على الكرد الفيليين، مع العلم أنه هو عايش بيناتهم، يعني منطقة جميلة ودائر مدارهم كلهم تجار الأكراد، وأيضا ناس أكراد، يعني مو شرط كلهم تجار، حتى فقراء بهم ناس. فأكثر من مرة هو يعني أشخاص في مناسبات معينة، يعني مثلا مجاميع شخصية معينة من شخصياتنا اللي الله يرحمه ذكر لي، يقول احنا زرناه بيوم عيد أنا نعايده على شو اسمه، فهو يقول يحكي بس يهدي، وبعدين يقول احنا أنا هسه صاير حارس على التجار الفيليين، على التجار على الأحماميل، ما يقول تجار يعني شو اسمه، أنا حارس على الأحماميل، يعني يقصد به التجار الفيليين. احنا إذا نرجع إلى تاريخ الكرد الفيلي، يعني الكرد الفيلي الموجودين بالعراق يعني مو هم حماميل، حتى لو حمال العمل شرف، يعني شنو عمال عامل فلاح كل الناس هم خلق الله، يعني ما بي فرق. لكن اكو افكار داخليه عند بعض الاشخاص، خاصه اللي بهم مقاليد السياسه والحكم. فاذا كانت هناك افكار متعصبه او افكار شوفينيه، فهناك البليه الكبرى. فالاكراد او الكرد الفيليين في البدايه، يعني ناخذ احنا مرحله الثلاثينات، نلاحظ هناك اكو تجار فيليين. تاجر فيلي حسين ملقي والد اخونا وعزيزنا عبد الامير. حسين ملقي كان تاجر التبوغ، وعندي عندي وثيقه من وثائقه انه هو شراكه عنده بتجاره التبوغ، يصدرون تبوغ للخارج. عندنا ايضا بالنسبه للتجاره عندنا اجيال انه تجاريه، انه هي بنت تجاره العراق. يعني ناخذ المرحوم عبد علي محمد علي تجمال، هذا الرجل هو واخوته يحفظ الله الاخ حسن محمد علي، وبقيه قضيه اعداد كبيره اخرى من التجار، هذول ساهموا في بناء صناعه وتجاره عراقيه. يعني انا اتذكر ابو شوان والشراكه مالته حجي شاكر براخاس وغيره، كان عندهم معمل يعني بالخمسينات يعني احنا اطفال ب53 يمكن 54 عندهم معمل مال شربت، عصير شربت، هذا العصائر الموجوده، وايضا عندهم معمل زبد. يعني احنا واحد مثلا يجي يقول شنو معمل قابل ينتج مفاعلات نوويه، لكن هو اصلا العراق هو اصلا ما كان به معامل. فالرجال اكو مجموعه من الرجال الاقتصاديين، هذا انه يبين انه هذا عنده عمق بالتفكير، يعني عنده عمق بالتفكير وعنده بالتجديد، يعني بنى هالمسائل المعامل بنو. يعني انا كنا صغار احنا كان يجيبون القانقين
من منتجاتهم أيام زمان أنا أتذكرها، فيجون يمنا وخالين شو اسمه ذاك الوقت أبطالة الشربة عندهم العصير مالهم كله بالصناديق ويوزعوه بالمدينة. فهيجي أشخاص أفكارهم أعمق من يعني هو عنده فد شيء وعنده إمكانية، فبنوا معامل. بنوا أولا استيراد الخشب، هم الأكراد الكرد الفيليين هم يعني تقريبا عرفوا أنه هاي التجارة هم يمتلكوها، الحديد والخشب هم عندهم. هم قسم منهم اشتغلوا بالمقاولات، مثل مرتضى الله يرحمه، أبو رامز الله يرحمه توفى قبل شهرين 3. الرجل هذا كان مقاول، ومقاول دقيق ومقاول نظيف. يعني مرات هو كان يذكر لي يقول احنا اذا نبوك سنتيم واحد من التبليط هذا يوفر لنا مئات الكيلومترات. اذا مثلا في الطريق طويل عدة كيلومترات طويله مثلا هذا تختلف له، يعني سنتيمتر انت بالنسبه لسنتيمتر ما تبين، لكن هو اذا هو قصر به يقول اذا احنا نريد نقصر سنتيمتر واحد اخذ المساحه طول وعرض وثخن، يعني يقول فد كميه كبيره، لكن يقول احنا لا احنا سويناها شو اسمه حسب المواصفات حسب شو اسمه. وايضا بعد ذلك ايضا طوروا معاملهم، يعني بنوا معمل اخشاب الشمال. اخشاب الشمال معمل يعني كبير ومتطور، واجهزه كلها متطوره من المانيا. فهذا المعمل يقوم مثلا باستيراد الخشب، يعني يسووا كجذع مال شجره، مثلا تجيبون تريلا فوقها 4 جذوع من جذوع الاشجار، وهنا هو بالنسبه لهم بالمعمل عندهم مناشير عملاقه تقطعها حسب حاجه السوق، يعني اللي هم شو اسمه. بنوا معمل اصباغ دجله، بنوا معامل اسلاك الشبابيك، يعني عندهم افكار تجاريه. وايضا مو بس فقط بيت ابو شوان وبيت اسمه يعني عبد علي وغيره، هم كل واحد منهم يعني هذول الكبار اللي اشتغلوا بالمعامل قاموا يستوردون، قاموا يعملون يفتحون معامل حلويات. يعني الناس محمد تقي الشكرشي ومحمد صادق الشكرشي كلهم هذول بنوا الصناعه العراقيه. فاذا عندنا المفتاح الاقتصادي والتجاري بالنسبه للعراق كان بالتجار الاكراد، الى مرحله او الى حد انه رئيس غرفه تجاره بغداد كان المرحوم ابو شوان عبد علي محمد علي. فهذا يعني يدل على انه هذا شخصيه تجاريه، يعني مو كل واحد يقدر يصير رئيس غرفه تجاره بغداد يعني. فاهتموا بالتجاره واهتموا بالتصدير، اهتموا بالاستيراد، يعني على نطاق الفتره في الخمسينات والستينات والسبعينات طوروا تجارتهم، اشتغلوا معامل البسه ملابس، يعني قضايا انه هم تعمقوا بها واشتغلوا بها وطوروها. عندنا الناحيه الاخرى الناحيه الثقافيه. الناحيه الثقافيه بالنسبه للكرد الفيليين او بالنسبه للكرد الفيلي، يعني انا اعتبره فد فكر متقدم بالنسبه لتلك الفتره لذلك الجيل. يعني بالاربعينات انه فكروا انه لازم احنا عندنا مدرسه لاولادنا، مدرسه الاولاد الكرد الفيليين. هاي المدرسه فكروا بها فعلا، اجتمعوا مجموعه من التجار ذاك الوقت، يعني اللي هم عندهم الميسورين، ففكروا أنه يأسسون المدرسة الفيلية سنة 1946. موضوع المدرسة إن شاء الله نتواصل وياكم بعد الفاصل ونتواصل البحث في موضوع المدرسة الفيلية. أعزائي المشاهدين، عدنا بعد الفاصل لنواصل. بالنسبة للمدرسة الفيلية هي مجرد فكرة، أنه الفكرة تطورت وفكرة نضجت وفكرة أيضا
تم تنفيذها بصراحة. هؤلاء أول عمل قاموا به هو قام به ناوخاس، تاجر الله يرحمه حجي ناوخاس. ناوخاس اشترى بناية اشتراها بناية من عبد الرحمن النقيب. هذه البناية مال عبد الرحمن النقيب هي بالأساس هو عبد الرحمن النقيب كان أول رئيس وزراء عراقي. أول رئيس وزراء بالعراق هو عبد الرحمن النقيب. هذا اشترى البيت للملك فيصل الأول حتى من اجى لبغداد أنه يسكن به، يعني حتى استقبلوا الملك فيصل الأول بهذا البيت نفسه. بيت كبير كان وبيت منظم ويعني ممكن استغلاله مدرسة. فاشترى البيت وتبرع به، قال أنا هذا البيت بتبرع به إلى أولاد الكرد الفيلية. يعني نسخة من العقد ماله كان عندي مع الأسف ما أدري، يعني ضاع بين الكتب بين شو اسمه أوراق. فهو يعني بالتوصية مالته وصية يعني كاتبها، أنا أتبرع بهذا البيت لهذه البناية لأبناء الكرد الفيليين استغلالها مدرسة، وبعد الانتهاء منها يعني من كونها مدرسة توزع على الورثة، حتى كاتب على الورثة على المذهب الجعفري. هذا النص اللي أنا قرأته وش اسمه وحافظه وأنا ألقيت لكم يعني الرجل يعني بالأربعينات عنده هيك فكرة. وبالأربعينات ما نكو عندنا مدارس احنا بالعراق، عندنا المركزية وعندنا كل محافظة عندنا يمكن لو اكو مدرسة لو ماكو، يعني الأربعينات مدارس كلش قليلة كانت. فتبرع بها. وأيضا البقية من التجار هم التزموا تأثيث المدرسة وتهيئة الظروف والكتب واللجنة. يعني وأشخاص هم قاموا بإدارة المدرسة، والله يرحمهم كلهم توفوا. المدراء مالته من أحمد منيجة إلى حسين سيواني إلى سلمان رستم، هذول كانوا هم الشخصيات الثقافية والأدبية يعني بذاك الوقت هم تمسكوا بالمدرسة. فهاي المدرسة خرجت أجيال، حقيقة أجيال، يعني قسم من اللي كانوا من طلاب المدرسة صاروا معلمين بيها قاموا يدرسون. فأنا واحد من الناس أتشرف أن أكون واحد من طلاب هاي المدرسة اللي درست بها من سنة 55 إلى سنة 60، يعني ابتدائية كلها كملناها بها. فالمدرسة أيضا مو فقط الكرد الفيليين، يعني كانوا ويانا طلاب عرب، كانوا ويانا مسيحيين، كانوا ويانا طلاب يعني اصلا مو من يعني اهاليهم يعني اصلهم من موصل، اصلهم من غير مكان يعني بصالوه، او طلاب كانوا انيين ويانا. يعني وليد ابراهيم جميل تحياتي له اذا هو موجود، صار سنين ما شايفه، هو تربينا سوا واصدقاء، حتى الصدفه صرنا مدرسين بمدرسه واحده يعني انا وياه. فذكرياتنا مال الطفوله الابتدائيه. المهم هاي المدرسة أيضا الملاكات مالتها أيضا كانت ملاكات يعني منتخبة، يعني مو عاديين، ولو هي أهلية يعني مدرسة أهلية، لكن شيء أهلية بالسنة 4 دنانير. الطالب يدفع بالسنة 4 دنانير، نصف الأول يدفع دينارين والنصف الثاني من السنة يدفع دينارين، يعني 4 دنانير هالعدد هذا. وبعدين اكو عندنا طلاب فقراء يعني يعرفوهم مثلا شو اسمه، يجيب مثلا طالب فقير ما ياخذون منه، هذا يعني يكون مجانا. فدائما المدرسه يعني من هالناحيه الماديه مالتها او الماليه مالتها دائما خلينا نقول خسرانه. فهم شنو يتحملون الخساره شو اسمه، هي مو خساره، فشهريا يمرون على التجار الموجودين بالشورجه بغير شورجه يمرون عليهم، فهم حتى شنو يستحصلون منهم تبرعات. فهاي المدرسة كانت عايشة على التبرعات، وأنا أعتبرها حالة جدا متقدمة. يعني بالأربعينيات سر مدرسة وأفكارهم الناس يعني يجون هم أهالي، يعني مو تقول حكومة أو ما تقول هذا حكومة، كان هي أيام زمان يعني أو حتى وقت الحاضر الحكومات هي تأسس المدارس، لكن هذول أسسوا مدرسة على أفكارهم البسيطة. يعني هم ذاك الوقت هم مخرجين FRCS ومخرجين جامعات، لا أيضا ناس كانوا بسطاء، بس الله وفر لهم يعني مالية، وفكروا أنه ينتجون يعني يتجهون اتجاه معين أنه يبنون هاي المدرسة
حتى تكون ذخر للناس. فعندنا الأساتذة اللي درسوا بها يعني من العمالقة. غائب طعمة فرمان، معروف عن غائب طعمة فرمان أنه أكبر كاتب مسرحي بالعراق. يعني تصور هذا هو النخلة والجيران، إذا الناس يريدون يتذكرون المسرحية مالته، وهي بصراحة أحلى ما أنا بالنسبة لي أحلى مسرحية أنا شايفها بوقتها النخلة والجيران وغائب طعمة فرمان. كان سلام عادل يدرس بها، كان يعني أساتذة كانوا يجون يدرسون بها. حتى موسيقي كان يجي يدرسنا يعني النشيد شو اسمه، ايضا يعني موسيقيين معروفين بذاك الوقت. فهذول يعني المدرسه يعني كانت مدرسه خلينا نقول مشع للنور الثقافي بين الناس. احنا وبعدين تخرجوا منها ايضا اجيال كبيره، وكلهم اساتذه صاروا. يعني حتى نفسه احمد منيجي الله يرحمه صار دكتور بعدين. هو يعني من طلع من الاداره مال المدرسه راح لالمانيا درس وصار طبيب وش اسمه واجا فهو طبيب معروف. هو يعني عندنا هسه بوقت الحاضر ان خريجي المدرسه متوزعين انحاء العالم. يعني عندنا دكتور سامي قربان، هذا هو بامريكا واختصاصه هندسه الطيران، يعني هندسه صيانه الطائرات، يعني في اختصاصات عاليه. وايضا اكو عندنا اصحاب يعني مهن، اصحاب شهادات، عندنا خريجين كليات موجودين عندنا الى وقت الحاضر. ولكن المدرسه تم اغلاقها بالسبعينات، من طلعوا قرار انه الحكومه طلعت قرار الغاء المدارس والجامعات الاهليه بالعراق، لغوها كليتها سووها امموها سووها حكوميه. فالمدرسه الفيليه انلغت، ها راحت انتهت. ومن ضمن جامعه الحكمه اللي موجوده بزعفرانيه ايضا هي جامعه كان تابعه للاباء اليسوعيين مال المسيحيين، هم ايضا امموها واخذوها. حكومه البعث حقيقه دمار العراق من سنه 68 بدا، من الجوز ب 17 تموز الاسود الى هسه هو نفس المشاكل ونفس شو اسمه، المآسي بدت من يمهم. غلقوا هاي الجامعات وبعدين لو حولوها جامعه الحكمه حولوها معهد التكنولوجيا. المستنصريه كان اسمها كليه جامعه ايضا اهليه، كانت كليه جامعه، فايضا هم لغوها وسووها جامعه المستنصريه. ومدارس كثيره اهليه كانت، يعني مدارس جامعات هذا كله لغوها سووا كلها مدارس حكوميه او جامعات حكوميه. وهذه هو الغرض مالهم كان غير غرض، يعني مو هم هالقد يعني حريصين على انه ما يبقى اهلي، يعني حتى الحكومه هي يعني تكون متصرفه بامور التربيه. لا، هم عندهم غايات اكثر من هذا، وغاياتهم الخبيثه كثيره كانت. هذه الناحيه الثقافيه. عندنا ايضا من عدا المدارس عندنا الاهتمام بالرياضه. يعني الشاب الفيلي يعني تلك الفترات الخمسينات او الاربعينات كان يهتم بالرياضه، يعني يهتمون شباب. هسه شلون هسه عندنا مثلا قاعات شبابنا واولادنا يروحون يتمرنون بها، ففي تلك الفتره كان موجود عندنا الزورخانات يسموها. الزورخانه يعني مكان، زور بالكردي او بالفارسي يعني قوه، وزور يعني او زورخانه يعني مكان اللي يتعلم به الانسان او يكتسب به القوه. فالزورخانات البغداديه اللي كانت موجوده ببغداد فبها اكثرها هم الاكراد الفيليين، وانضموا لهم وبرز منهم اطباء ان شاء الله بعد الفاصل. فنتواصل وياكم في ذكر اسماء قسم منهم اللي رحلوا الى رحمه الله. اعزائي فاصل ان شاء الله ونواصل. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم بعد انتهاء الفاصل وموضوع الزرخانات.
الزرخانات أبدعوا بها حقيقة الشباب الكردي، فكان منهم حسن كرد، هذا كتاب الجميل العاظمي هذا وجميل العاني، هذا مؤلف كتاب الزرخانات البغدادية، فيذكر بها أنه الأكراد الفيليين وأيضا دورهم به. فعندنا حسن كرد، وعندنا مجيد كسل، وعندنا حميد الليوة كان يسموه، هذول ضاروا أبطال يعني واحدهم صارع المصارع ألماني اجى للعراق وهذا بطل وش اسمه ربعنا بطحوه وشال غراضه وراح. فلهالسبب هذا النشاط الرياضي أيضا موجود. وبعدين صار عندنا شنو نشاط آخر، أنه بعد الزرخانات نشأت نوادي. عندنا النادي الرياضي الفيلي. النادي الرياضي الفيلي كان له دوره بالعراق كليته، كان له دوره بالنشاط الرياضي العراقي، فريق متميز ومعروف وكان دائما يشارك بمباريات. فبرزوا أيضا عندنا أبطال كرة القدم بالسلة بالطائرة، فمنهم أخي وعزيزي عبد الصمد صمد أسد، عندنا أخوه محمود أسد، عندنا أنور ما حضرني اسم والده، وعندنا جلال عبد الرحمن، وعندنا يعني أبطالهم ظهروا أنه شو اسمه بالملاعب وأثبتوا وجودهم، وأيضا كانوا أن أبرزوا وجه العراق. يعني محمود أسد اكو ألعاب صارت عندنا العربية ببغداد، هو اللي فاز وخلى العراق أنه يعني نتيجة فوزه ولعبه وفوزه بالكرات، فهو ضمن فوز للعراق كليته على المجموعة العربية. لكن عندنا مأساة بالنسبة لمجيد كسل، يعني بعدين صارت التشفيرات وسفروه، فهو ماخذ وياه جرايد كلها ظاهرين اسمه انه هو بطل العراق. مجيد كسل كان كمال جسماني، فصور له مجلات جرائد وعالميه وصحافه يعني شو اسمه اجنبيه ماخذن وياه، وبيقول بالطريق يعني شو اسمه انه شاف ضابط امن او شرطي امن ما ندري، يعني هم شافوه قالوا له شنو هذا؟ قال له يشوفوني انا بطل العراق لو بطل الكرد الفيليه، يعني انا شنو؟ فهذا انا مثلت العراق وانا رفعت اسم العراق وميزته، فهذا يعني نتيجتي. هذا يقول جاوبني قال لي نقعهم بالماء واشرب ماء. يعني هذا يعني مع الاسف الشديد هذا السلوك السيء من جانب خاصه العناصر الامنيه اللي كانت موجوده بتلك الفتره. هذه يعني واحدة من النشاطات الرياضية، النشاط الرياضي موجود وهسه ولا الآن يعني عندنا كثيرين. ماجد جعفر الولد هذا موجود هسه إلى الله يعطيه طول العمر وصديقي. فماجد أيضا رشحوه بطولة آسيا هم كمال الأجسام، لكن بعدين قالوا له أنت تبعية ما يصير أنت تروح، ما راح ما خلوه يروح، وخطيه يعني عاش يعني حياته حياة صعبة، يعني الرجل عنده عائلة والحمد لله يعني هو عايش فمع الأسف يعني احنا جهود شبابنا جهود اسمه ضاعت ويا هالأفكار هذه اللي موجودة بالمجتمع. فنجي على نطاق آخر أيضا النشاط السياسي. الكرد الفيليون ما كانوا منعزلين أو منفصلين عن العراق وعن شعب العراق وعن أهدافه أو عن المظالم اللي تعرض إلى هذا الشعب إلى شيء. أيضا جزء من هذا الشعب يشعرون بأفراحه بأتراحه بمصائبه إلى آخره. فنلاحظ بتأسيس الأحزاب السياسية تلك الفترة كل حزب سياسي لازم بيه واحد فيلي موجودين به. خلينا ناخذ مجموعة من الأحزاب. ناخذ حزب الشيوعي عزيز الحاج
من الثلاثينات هو رجل شيوعي إلى أن صار ممثل العراق بيونسكو، بعدين شو اسمه دفعوه، وقفوا نشاطه، والرجل إلى أن توفى. هذا عزيز الحاج يعني شخصية معروفة، وبعدين شخصية قيادية، يعني مو حتى قيادة المركزية للحزب الشيوعي هو كان يمثله. عندنا بحزب الديمقراطي الكردستاني اللي تأسس سنة 1946 يوم 16 آب. من تأسس هذا الحزب أيضا كان به جعفر محمد كريم، واحد من المؤسسين، يعني قعدوا اللي يأسسون الحزب واحد من المؤسسين. والمرحوم ملا مصطفى البارزاني ما كان موجود بالعراق اصلا، ما كان موجود ببغداد. بس شنو هم يعني عن من افكار البارزاني هم اسسوا الحزب. وكان ايضا قلت مثل ما اقول واحد منهم الدكتور جعفر محمد كريم، عم آراس الاستاذ آراس حبيب محمد كريم ايضا هم رجل سياسي وايضا رجل مناضل، وكلهم مناضلين وناضلوا من اجل حقوق الشعوب. نجي على اليكيتي. الاتحاد الوطني الكردستاني، هذا تأسس بدمشق عن طريق ثلاث أشخاص أسسوا الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق. منهم مام جلال الله يرحمه جلال طالباني، وعادل مراد فيلي، وعبد الرزاق فيلي، يعني اثنين فيلية، وواحد شو اسمه الرجل جلال طالباني الله يرحمه ما كان يميز بين لا بين قومية شو اسمه قوميات ولا بين المذاهب وما المسائل، ما عنده هدفه هو انه مثل ما شو اسمه هدف معين المعروف عند الناس. هذا الحزب اليكيتي والبارتي، يعني قلنا من الشخصيات اللي بيها ومن المؤسسين اللي بيها هم شنو هم الكرد الفيليين، يعني الكرد الفيلي ما مفصول عن الشيء. عندنا يعني للتاريخ ايضا اول وحده استلمت اتحاد نساء كردستان كانت زكيه اسماعيل حقي بالخمسينات 51 52 كانت اول رئيسه لنساء كردستان بالعراق. فهي ايضا من كرديه فيليه ومعروفه يعني محترمه. وبعدين هي اول قاضيه بالدول العربيه كليتها، يعني الدول العربية ما كان اكو قضاة نساء، هي أول قاضية في الدول العربية أنه مرة تقضي، يعني صارت حاكمة أو بالسلم. نجي على الأحزاب الإسلامية أيضا من قيادة، أنا ما أقول القاعدة موجودين بكل حزب. فالشيخ محمد سعيد النعماني هو واحد من مؤسسي حزب الدعوة مع المرحوم السيد محمد باقر الصدر اللي هو يعد هو مؤسس الحزب، والشيخ النعماني وياه، وأيضا الشيخ النعماني سعى وأيضا ناضل وخدم حقيقة هذه خدم الإسلام وخدم هذه الشريحة أيضا بعد سقوط النظام واستلامه هنا المؤتمر الوطني العام للكرد الفيلي. إلى هذه اللحظة تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله للاستمرار في الموضوع. مع ألف السلامة ودمتم سالمين.